اليوم دا أسوي أكلة من اختراعي. عندي شجر وفلفل، قشرتهم، أقصد يعني حفرتهم وسويتهم وقليتهم وسويتهم بهذا الشكل. الآن حمست اللحم المفروم مع لب الشجر والفلفل وفص الثوم. الشجر هو كوسة، بعض الدول تسميه كوسة، احنا بالعراق نسميه شجر. الآن حمست المكونات بإضافة كل من البهارات اللي راح أذكر لكم إياها: كاري، فلفل الأسود، الزنجبيل اللي هو عرق الحار، الكزبرة، بهارات السبعة، كبابة، جوزة الطيب، والملح. دا أحمس المعجون والكاتشب بقليل من الزيت. ضفت الملح والفلفل الأسود ودا أحمسهم ويا المكون ويا المعجون والكاتشب، وانتظر شوية تسخن الصلصة بعد ما ضفت الماء. هسه بعد ما حشيته ضفت الصلصة وراح أدخله الفرن إلى أن يستوي، أراويكم شكله النهائي. وهذا كان طبقنا لهذا اليوم، وسهكم ألف عافية.